بكم. أولا وقبل كل شيء شكرا على المنبر المحترم الذي واكب الملف ديال الوالدة ديالي من أول نهار زولا بلوس. الله يجزيه بخير. اليوم لو 15 ديسمبر، ديال دو جانفي لسنة 2022. مستجدات ديال الملف ديال الوالده ديالي. كما عرفتوا ولا يمكن يلا غتسمعوا بان الوالده ديالي الملف ديالها الحمد لله تنقض على مستوى محكمه النقد، وتمت احاله الملف بكامله من محكمه الاستئناف باكادير الى محكمه الاستئناف بالرباط، والحمد لله هذا واحد التقدم، واحد الخطوه كبيره في الاتجاه ديال تحقيق العداله. الحاجه اللي بغيت نشرح للمشاهدين واللي كيتفرجوا في هذا التصريح بشكل عام هو ان اللي ما عارفينش طبعا هو ان محكمه النقد هي محكمه ديال القانون، ماشي محكمه ديال الموضوع، يعني كتشوف واش طبق القانون ولا ما طبقش في الملف. الحمد لله وهذا القرار ديال محكمه النقد اللي هو صادر بتاريخ 7 نوفمبر لسنه 2022 اكد جميع التصريحات الاولى اللي كنا كنقولوها، جميع التجاوزات القانونيه اللي كنا الضحيه ديالها، قانونيه دستوريه حقوقيه اللي كنا الضحيه ديالها، وخصوصا الوالده ديالي المسنه المريضه المقعده السيده حبيبه زيري. الوضعيه بالنسبه للوضعيه الصحيه ديال الوالده ديالي واحد شويه متدهوره، الحمد لله المعنويه ترتفع لها فاش سمعت بان راه دار النقد، الحمد لله نصفتها محكمه النقد اللي هي كيكونوا فيها بهاد ليكسبرسيون لا كريم ديال لا كريم، لانها محكمه ديال فيها ديال القضاة ديال المغرب، ومنها مناش كيصدروا مجموعه ديال الاجتهادات القضائيه التي تؤخذ كمراجع داخل المحاكم حتى بالنسبه للاحكام. والحمد لله تم انصافنا في هذه المرحله الاولى، هذه غير معركه في واحد الحرب كبيره، ونتمنى ان يتم انصافنا في جميع الملفات الرائجه بمحكمه اكادير، المحاكم اكادير. حنا عندنا ثقة كبيرة في مجموعة كبيرة ديال المسؤولين، سواء على مستوى ديال أكادير أو كما كنا دائما نقول ونعيد على مستوى المغرب كامل، وأننا من الأول الحمد لله هذه النتيجة راجعة أولا لإيماننا الله سبحانه وتعالى، ولإيماننا الراسخ والقوي في دولة المؤسسات والحق والقانون، وإيماننا أيضا اننا راسلنا جهات عليا من بين المؤسسه الملكيه، ولكن ما كناش كنطالبوا الا بواحد الطلب هو تطبيق القانون والمساواه امام القانون، كما راسلنا جهات متعدده ومتنوعه بين الجهات القضائيه والجهات الامنيه. والحمد لله المغرب فيه مجموعه ديال المسؤولين، هذا نؤكدها لنزهاء رجال المغرب الاوفياء يطبقوا القانون، وايضا حكماء. وحنا ما كنتمناو الا جوج ديال الحوايج، في الاول كان تطبيق القانون، اليوم حنا كنطالبوا بتطبيق القانون والمساواة امامه. حنا اليوم حاليا كعائله السيده حبيبه الزيري خاص تعرفوا باننا داروا لنا جميع المساطر، جميع الاتهامات الممكنه، من تبييض الاموال والزج بوالدتي ظلما وعدوانا في السجن، ما بقى لهم غير الارهاب. وهاد الناس اللي داروا هذا الشيء هم يعدون على اطرف اصبع اليدين، لا أكثر ولا أقل، كيحاولوا يتخبوا من موراء المؤسسات الذين هم موظفون فيها لا غير. وهذه المؤسسات حنا نكن لها كل الاحترام والتقدير والوقار، وهاد التصرفات ديالهم والتعامل ديالهم والاساليب اللي داروا في الملف ديال الوالده ديالي والطريقه باش عالجوه هي لا يمكن ان تنسب باي شكل من الاشكال الى المؤسسات التي ينتمون إليها وهم موظفين فيها. وش غنقول لكم، نأمل بأن القادم يحمل غير تطبيق القانون والمساواة أمامه، فلا يعقل بأننا حنا اليوم عائلة المزوق جميع نعاني من بهذا المصطلح من اضطهاد ديال بعض الأفراد سواء في المؤسسات الأمنية أو القضائية بهذا المصطلح، لأنهم يحاولون أن يخفون مجموعة ديال الجرائم والتجاوزات ديالهم اللي داروها سابقا في الملف ديال الوالدة ديالي من تزوير وتحريف وتغيير المعطيات وصناعة وثائق إلى آخره. واليوم احنا نكونوا الضحيه ديال هذا الشيء. حنا اليوم كنعاودوا نجددوا النداء ديالنا الى الجهات المسؤوله والعليا باننا الله يجزيكم بخير لا نطالب الا بتطبيق القانون والمساواه امامه، لان العداله هي المساواه امام القانون.
حنا عندنا مجموعة ديال المعطيات سبق أن راسلنا لكم بمجموعة كبيرة منها، وباقي عندنا مجموعة أخرى. هذيك المجموعة تتضمن مجموعة ديال المعطيات الحساسة فيها أسماء في إلى آخره. إلا كان القانون كيطبّق غادي يطبّق على مجموعة على جميع داك الشيء المعطيات اللي كاينة في دوك الوثائق. حنا بالنسبة لنا اليوم مجموعة ديال الإجراءات كتاخد ضدنا وضد الوالدة ديالي وضدنا حنا كعائلة، أبناء ديالها والوالد ديالي المصاب بالزهايمر لا تشكل بالنسبة لنا إلا وسيلة للانتقام، وأيضًا لمحو آثار ديال جرائم ارتُكبت من طرف نفس الأشخاص. وكندعو نفس الناس اللي راسلناهم ونفس الجهات العُليا لدراسة بشكل متعمق المراسلات ديالنا اللي جاياهم، واللي كنا صيفطنا لهم مرةً أخرى للتأكد. راه أنا متأكد بأن هاد الناس راه على واحد الوعي واحد الدراية أكثر مني أنا كمواطن عادي والعائلة ديالي، مجموعة ديال الأمور. وحنا ما كنطالبوا بحتى شي حاجة كنعاود نقولوها إلا بالتطبيق السليم للقانون وكذلك المساواة أمامه. وشكرًا جزيلًا.